صراط بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، وشفنا كيف، وهذا الكلام كنا تحدثنا عليه قبل أسابيع، قلنا أنه نشر موقع أكسيوس في الأمريكي قال أنه الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول في الخليج تقود هذا المسعى، وهو محاولة إقلاع المغرب بالاعتراف بإسرائيل، تطبيع تام مع إسرائيل مقابل أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار الصحراء الغربية أرض مغربية. وهذا ما حدث الآن قبل أيام أو أسابيع من انتهاء فترة الرئيس الأمريكي الحالي ترامب. وهل هذا يعني قرار نهائي مش نهائي؟ يعني مش نهائي، هل عنده آثار قانونية أم لا؟ شفنا اليوم وزارة الخارجية الجزائرية درت بيان متأخر نوعا ما عن وقته، ولكن فيه بيان واضح، قالت أنه القرار لا أثر قانوني له، وبالتالي يتجاوز الشرعية الأممية، يتجاوز قرارات الأمم المتحدة. ولكن الخطورة من وجهة نظري هي بالتطبيع الكامل مع إسرائيل والمغرب. ستأتي الآن إسرائيل بشكل رسمي وعلني إلى حدودنا الغربية، طبعا كانت موجودة بدون شك منذ 6 عقود على الأقل، منذ 60 سنة، والعلاقة المخابراتية والسياسية والعسكرية، التعاون بين المغرب وإسرائيل موجود الآن، أصبح مقنن يعني واضح شرعي، وهذا قد يشكل لنا يعني متاعب. يجب تذكير فقط ونعطي لك الكلمة مصطفى أنه اليوم الوزير الأول أشار إلى وجود صهاينة على حدودنا، وقال هناك إرادة حقيقية لدى البعض لجرنا إلى أو تهديد أمن البلاد. وبصراحة يعني السياسة الداخلية المتبعة منذ سنة توجه، وأيضا السياسة الخارجية المتبعة منذ سنة، والمواقف في الجزائر الرافضة للتطبيع، الرافضة، توقعنا تحدثنا وقلنا راح تجيب لها مشاكل، هانا نشوفوا فيها، ويمكن المشاكل تكون أكبر في الشهور أو في المستقبل. أنا عندي تساؤل سي حناشي، علاش الجزائر الرسمية لو بوفوار الجيريان ما زعفش كي الإمارات دارت التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني، وزعفت باسكو المغرب دارت تطبيع مع اسرائيل؟ لازم تزعف عليهم في زوج. هذه هي الدبلوماسيه الجزائريه، كي سوا تكون قويه. هذا السؤال موجه لي ولا راك تحل؟ لا جو مبوز سي دي كيسيونمون، تساؤلات. انا كجزائري انا قلتها لك هنا سي، قلت لك علاش الجزائر ما عبرتش عن موقفها من تطبيع الامارات مع اسرائيل. قلت لي نديك ملاحظه. واش قلت لك انا؟ ماذا قلت لك؟ قلت لي بليك ما لازمش نديروا، لازم تعلق على موقف دوله ذات سياده. واليوم راك تطرح لي سؤال باغ اكزومبل على واش نقول لك؟ راك مندفع. قلت انا المغرب هذا يا اخي سي ان ايطا سوفران، انت ما تفهموش معاه، إلا شوازي سو شومان طبيع مع اسرائيل حر. انا عندي الضروه ندد، انا نشوف الموقف تاع الجزائر، موقف الجزائر ثابت. نعطي لك رانا ضد الطبيع مصطفى، الحمد لله. بالعقل برك، شوف ايش قلت لك، تم مندفع وتعارض وكلش هكذا سياسي. نعطي لك موقف، لازم تقرا البيان تاع وزاره الخارجيه مصطفى، انت راك مندفع احيانا. الخارجيه الجزائريه لم تنتقد التطبيع بين اسرائيل والمغرب. قريت البيان الخارجيه ولا ما قريتوش؟ حاول ما تقدرش تتناقش حاجه ما تقراهاش. انت ما قريتوش. قريت ماشي نقراه لك انا مانيش السكرتير تاعك، انا نقرا واحد وانت تقرا واحد. هذا كلام هذا مصطفى البيان تقول لي ما قريتوليش، كيفاش نقراه لك؟ نجي هنا نقول لك مصطفى ها واش وقع ولا البيان تعطيني واش حبيت نقولوا. انت تروح تقرا، انت الخارجيه دارت بيان راح تقراه، لانك انت راك تحلل وتعطي في رايك على بينه من الامر. الخارجيه الجزائريه تحدثت عن قرار الذي اتخذه الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية حول اعتبار الصحراء الغربية أرض مغربية، وقالت أن القرار الذي اتخذ في 4 ديسمبر وأعلن عنه في 10 ديسمبر لا أثر قانوني له، وبالتالي الأمر أو البيان مركز على قضية الصحراء الغربية، لأنه هي التي تتعلق بالشرعية الدولية، أنه قضية الصحراء الغربية قضية استفتاء لتقرير المصير وليس نزاع
عادي، وانه الولايات المتحده وحتى المغرب اللي اعترف بالاستفتاء، ضروره اجراء الاستفتاء، هو الملك الراحل ربي يرحمه الحسن الثاني، يعني في 91. وبالتالي البيان مركز بالدرجه الاولى على القرار الامريكي. اليوم شفنا امريكا ضغطت، مش ضغطت، درت تروك مقايضه مع المغرب، قال نحترف لك انا بالصحراء الغربيه، انت روحي ديري تطبيع، ورضخ مش رضخ يعني بالك بحب المغرب طبع علاقاته مع اسرائيل. اذا مصطفى بهدوء، لانه انا موقفي لا يمكن لاي دوله مثل الجزائر انها تنتقد قرار دوله اخرى ذات السياده. حتى المغرب بلد خصم، ولكن حقه. الجزائر وزاره الخارجيه لم تنتقد التطبيع، شفت البيان، انتقدت موقف القرار الامريكي. عربي، شوف قراءتي أنا صح، بيان وزارة الخارجية جاء متأخر كثير، ولكن أعتقد أنه بيان متوازن. شوف لما يقول لك في البيان ليس له بالنسبة للقرار تاع الولايات المتحدة الأمريكية وقرار ترامب ليس له أي أثر قانوني، فعلا ما عندوش قرار، ما عندوش أي أثر قانوني، ويتعارض فعلا مع القرارات الأممية. ولكن في نفس الوقت تبقى القرارات الأممية ما عندها، حتى ما عند الكبار. يعني لما الولايات المتحدة هاك تشوف ضروره فيتو. لا شوف القرار تاع القضيه الفلسطينيه وتتخذ الامم المتحده مثلا، الجمعيه العامه تتخذ كل قرار كلها تتكسر في مجلس الامن، وبالتالي الدول الكبرى تصرف دائما خارج القانون. انا واش عجبني في قرار وزاره الخارجيه تاع ان هذا القرار يقوض جهود تخفيض التصعيد المبذوله اكثر من الصعيد. نتمنى الدوله نتاعنا تروح لتخفيض التصعيد، لاننا ظروفنا الداخليه ما تسمحنا بهذا التصعيد. عندنا هموم كثيره، عندنا مشاكل كثيره، نركزوا على مشاكلنا وننسيوا الخارج. هذا اصلا بالنسبه للخارجيه فعلا ما كانش قرار، لان اكثر دول العالم حديثا واصرارا عن عدم التدخل الداخليه هي الجزائر. نعم. وبالتالي ماش تدخل في اللي حب يطبع الله يصبح شغله. ولكن الشيء اللي نشوفه في الجزائر، الشيء اللي نشوفه عند السياسيين، انا بالنسبه للشعب والمواطن العادي والمثقفين عادي جدا. لما تشوف واحد سياسي ويشتم في دول واحده اخرى طبعت انا خطير جدا. انا منذ يومين شفت قيادي في جبهه التحرير في قناه الميادين، قناه الميادين هي في المحتوى ايرانيه، يشتم في دول الخليج بطريقه ايران ما تديرهاش. يعني هذاك الاندفاع نتاع الطبقه سورتو الاحزاب الحاكمه الحاكمه هذه، انت واحد قيد في جبهه التحرير يشتم في دول الخليج بواحد الطريقه ما شعبويه ما تصيرش على مثقف على شوف واحد حتى بيناتنا في النقطه بيانات الاحزاب اللي نقولوا كبرى هذه ماهيش متزنه. الاحزاب الكبرى خلي الاندفاع على المواطنين العاديين والمثقفين وهذيك، خليه الابناء الشهداء، خليه مش عارف ابناء المجاهدين. ولكن وزاره الخارجيه علاش ابناء الشهداء؟ لا كان لا بوزيسيون اوفيسيال دو الجيري. ما نوليوش سي العربي شفا قسمه جبهه التحرير الوطني تاع قال ما تندد بالامبراليه الامريكيه. في كل الحالات احنا معروف المجتمع الجزائري يرفض التطبيع وبشكل يكاد يكون مطلق، يعني الاغلبيه ترفض التطبيق. ولكن في نفس الوقت نتمنى السلطات تعرف الجزائر بشكل عام، سلطه واحزاب سياسيه ومواطنين مازلنا اسرى ثقافه الحرب البارده. انا اعتقد نبداو نحضر ثقافه جديده، لان يستحيل تبقى الجزائر معزوله في العالم بدون اي دول العالم. نطرح لكم اشكال كبير، ولازم اون فا كاسي الطابو. سي ان طابو. على بالك انا ما فهمتش لا بوزيسيون اوفيسيال دو الجيري. نتكلم رياضيا، على بالك باللي كما قلت انت الاحزاب هذو الاسلامويه سي بن وسي مقري داروا حرب قذره ضد اللاعب تاع الفريق الوطني هشام بوداوي، لانه شارك مع فريق تاعو او جي سي نيس، راح لتل ابيب لعبوا مقابله في اطار كاس اوروبا. نط القيامه. اليوم انا ثاني نسي تساؤل من حقي، parce que l'Algérie est membre du comité international olympique, ou le comité international olympique il y a la charte de l'olympisme, ou كاين ثاني la FIFA, l'Algérie elle est affiliée à la FIFA, la FAF est affiliée à la FIFA. Donc à chaque fois لاعب كيسعى مشكل مسكين il est professionnel سي حناشي باش يلعب مع الفريق تاعو. est-ce que on va utiliser le politique في sport ou là il y aura une décision politique courageuse de dissocier le sport مع البوليتيك؟ انا طرح تساؤل
انا جي كونستاتي باللي كشاك فوا. نعطيكم مثال في 2000 في لي جو اولمبيك تاع سيدني طرح مشكل كبير. المصارع يعقوبي طاح مع واحد ممثل من الكيان الصهيوني راح